من التنكتر لللامبورجيني، بس شلون؟ تعال اقول لك. فيروتشو لامبورجيني 1916 من قريه ايطاليه امتهنت الفلاحه ابا عن جد. السيد لامبورجيني رفض هاي الشغله وقال هاي الشغله مو شغلتي. وش سوى؟ قرر يفتح ورشه صغيره يصلح بها الجرارات، ومنها بلشت الشراره الاولى. بس شلون؟ تعال اقول لك. هو كان عبقري، فياخذ السكراب من الحرب العالميه الثانيه ويسوي بهن تنكتر، وانت تخيل. ومنها صار زنقين واشترى افضل سياره بالعالم اللي هي فيراري. وبعد استخدام الفيراري كان كل شويه الكلتش يعطل، ويروح يسويه بالشركه ويرجع يعطل لحد ما بزع. وهو خبرته بالميكانيك كانت كلش عاليه، لهذا راح لانزو فيراري وقال له عندكم خلل بالكلتش كل شويه يعطل، لهذا يا ريت تصلحوا لنا اياها، وصوتها مزعج كلش بالشارع. وهنا انزو فيراري ضحك عليه وقال له منو جاي يعلمني بشغلي؟ ابو التنكتر؟ السيد لامبورجيني كلش زعل وراح للورشه ضرب له استكان كان. وبعد الاهانه قرر السيد لامبورجيني يصنع سياره اللي هي جي تي 350، وبعد سنه من صناعها انباعت 13 نسخه من هاي السياره، واغتنى السيد لامبورجيني. وهنا بلش برحله صناعه السيارات الفاخره والفائقة للسرعة اللي يوصل سعرها إلى ملايين الدولارات. وبلشت المنافسة بين السيد فيراري والسيد لامبورجيني. وانتو شنو تفضلون؟ فيراري لو لامبورجيني؟